اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا. معكم نادين علي Deliberated Minds بودكاست العقول المتحررة، ومعانا النهارده هلا هيثم the founder of Volt، وكمان هي شاطرة جدا في التسويق وحابة انها تعرفنا على نفسها اكتر النهارده. اتفضلي يا هلا، عرفينا اكتر عن نفسك. اهلا بيكي يا نادين. اهلا بيك يا جميل. اولا انا مبسوطه جدا بوجودي هنا. thank you for having me. Thank you. انا هلا هيثم، عندي 24 سنه، متخرجه من جامعه استراليه في الامارات في دبي من اعلام وتسويق وديجيتال ماركتنج، يعني everything that revolves around it. جيت مصر من حوالي 3 سنين. انا طول حياتي كنت في الامارات من حوالي 2006، درست هناك وبدأت خبرتي والانترنشيبس وكل حاجة هناك. بعدين جيت مصر من حوالي 3 سنين، بدأت بقى أشوف أنا عايزة أعمل إيه في الكارير بتاعي وكده. فدلوقتي أنا شغالة ما بين مصر والإمارات في الماركتينج، وفتحت الايجنسي بتاعتي من حوالي سنة وشوية. ما شاء الله. دي كانت تقريبا احلى حاجة عملتها so far. أكيد. يعني it's been a dream، يعني كانت حلم من زمان ان انا عايزة اعمل الموضوع ده، ان انا عايزة اوصل لهدف ان انا عايزة افتح الايجنسي بتاعتي، عايزة يبقى عندي الحاجة بتاعتي. I want to have my own thing. بس ففتحتها من حوالي سنة وشوية and it's been going good so far. بنتعلم بنطلع نتعلم حاجات، فاهمة قصدي؟ فبدأت اتعلم اكتر. الحمد لله دلوقتي احنا يعني شغالين لمعظم الكلاينتس بتوعنا ما بين مصر والامارات، سوشيال ميديا ماركتنج بقى وديجيتال ماركتنج وكل الامور دي. بس ان واحده واحده we are scaling up by time. حلو قوي، ده شيء يعني جميل وانسبايرنج at the same time. طيب ايه لما انت قلتي الموضوع كنت عايزاه من زمان ان انا ابدا شركتي الخاصه، الموضوع بدا معاكي الفكره دي بدات امتى فعلا كنت عايزه تبدا الشركه بتاعتك الخاصه بيكي؟ بصي يا ستي، انا اصلا ما كنتش حابه الماركتينج، ولا كنت عايزاه قوي، ولا كنت فاهماه، ولا كنت عارفه انا عايزه اروح فين، ولا حتى يعني انا at some point انا كنت عايزه ابقى دكتوره، كنت عايزه ابقى سايكايترست، دكتوره طب نفسي. انا والدي ووالدتي واختي كلهم في المجال ده، مرميين في الطب، وانا كنت هبقى معاهم، يعني انا كنت انترستد جدا بالمجال ده. بس وانا بقى في وقت في المدرسه، في الثانويه بقى وفي اعدادي وكده، كنت عماله اتخيل نفسي هل ده اللي انا عايزاه بالظبط، هل انا عايزه يعني اوكي ان انا طبعا ابقى في مجال طب، ده حاجه رائعه طبعا، بس هل ده اللي انا عايزاه ان انا اكون ثابته بقى في مكتب بعمل عمليات مش عارف ايه كده. جيت فكرت فيها، انا شخصيتي مش كده. هلا جايه اكتر في حته انها عايزه تتحرك كل يوم، تعمل حاجه مختلفه، بتحب تسافر كتير، تعمل كده، تتعرف على ناس، نتوركس، ايفنتس، مش ان انا ابقى ثابته في مكان كل يوم بروح بنفس الروتين. اكتر حاجه بجد ما بحبهاش في حياتي، او اكتر حاجه ممكن مثلا تبعدني عن الهدف او الكرياتيفيتي، هي ان انا امارس روتين. انا ما بحبش الروتين خالص. ناس كتيره تقول لك على فكره هو فعلا كويس واتس هيلثي ان انت يبقى عندك روتين، حاجه حلوه ان انت يبقى عندك روتين وكده، بس انا فعلا ما بحبش الروتين خالص، مش شايفه نفسي فيه. لو قاعده مثلا اسبوع اسبوعين بعمل نفس الحاجه كل يوم، at some point ببدا ازهق، بحس اللي هو where am I going، انا رايحه لفين. فبدل الروتين اللي انا بعمله بقى، ان انا بحب اعمل حاجات مختلفه كنت طول الوقت. ساعات ابقى هنا، اسبوع ابقى في حته، الاسبوع اللي بعديه ابقى مسافره، مره بكون بتعامل مع حد جديد. فبحب يبقى فيه تغيير وحركه كتير جدا في الشغل بتاعي او في طبيعه حياتي عامه. بس فمهم دخلت بقى وانا بختار بقى المجال اللي انا عايزاه، كان في قدامي اوبشن. انا اصلا كنت بحب التصوير جدا، وكنت وانا في وقت يعني الثانويه كنت بدات ان انا اعمل بارت تايم فوتوغرافي، اصور. اشتغلت فعلا بارت تايم فوتوغرافر على جنب فتره وانا كنت في ابو ظبي في الامارات. تمام. حبيت جدا الموضوع، فقلت بقى لما اجي ادخل جامعه ليه ما افكرش في مجال هيبقى فيه حته بقى جورناليزم، اخراج، تصوير. كنت شايفه نفسي مخرجه قوي، كنت حابه كده وضع ان انا ابقى واقفه اللي هو كات، صور يلا يا ابني يلا مش عارف حلوة ايه. قوي. فكان عاجبني جدا يعني ان انا اتخيل نفسي في وضع زي ده. بس لما جيت بقى بص بقى في يعني الاوبشنز اللي عندي في الجامعه، كان في حاجه اسمها ادكس، هي موجوده برضو في الامارات، هي اتس اول اراوند ذا وورلد. يعني بشوف بقى ايه الحاجات المناسبه ليا، الجامعات المناسبه ليا، ايه المجالات الحلوه. فوانا هناك لقيت مجال بيميكس، عامل ميكس بين الميديا، الاعلام، كل بقى اللي جاي تحتيه، تصوير، اخراج، جورناليزم، كل الكلام ده، وعامل برضو في نفس الوقت مجالات عن الماركتينج. اوكي. انا بقى ما كنتش وقتها بقى فاهمه الماركتينج قوي، كنت وقتها 16 سنه ولسه بختار بقى ومش عارفه اعمل ايه وكده، كنتش فاهمه الماركتينج قوي، ما كنتش عارفه انا عايزه اعمل ايه، ما كنتش متخيله الموضوع. قلت طب ليه ما اضربش عصفورين بحجر. طبعا شاورت والدي ووالدتي وقالوا لي جو اهيد، بالعكس يعني they're very 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 supportive. ما كانوش يعني عشان ماما وبابا دكاتره، والدي ووالدتي دكاتره، ما كانوش متخيلين او يعني ما كانوش شايفيني او عايزيني اللي هو لا انت كمان لازم تدخلي طب، او لا انت كمان لازم تدخلي مجال الطب او تبقي دكتوره زينا وزي اختك وكده. فذات واز اميزنج، لان انا ما كنتش شايفه نفسي فيه، بس I was open to anything، فاهمه قصدي؟
فقالوا لي جو اهيد واي دونت يو تراي ات، ماركتنج وميديا في نفس الوقت، يلا بينا. انا ما كنتش فاهمه الماركتنج طبعا زي ما قلت لك، ولا كنت فاهماها ولا حباها قوي يعني. بس يا ستي فدخلت. جيت بقى على اول سنه، اللي هي السنه الاولانيه في هم كانوا الكورس، كان المجال كله حوالي 4 سنين. جيت في السنه الاولانيه، على اخر السنه بتاعت السنه الاولانيه دي بدات احب الماركتنج كورسز اكتر واحب الميديا كورسز اقل. ما بطلتش تصوير لاني بحبها، ولحد النهارده بحب التصوير جدا يعني. حلو. اتس بارت اوف مجالي اصلا يعني، فاهمه قصدي؟ هو بالظبط، التصوير كده كده. تصوري فيديوز، تعملي كونتنت بالظبط، كريشنز هو كده 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 التصوير بالظبط. والايديتنج كده كده بارت اوف المجال بتاعي. فبدات احب الماركتنج اكتر. اي لايك ات يعني. شفت الموضوع مش ان انا واقفه ببيع لحد حاجه، ده سيلز. كان في بقى دي برضه ما كنتش فاهماها قوي، الفرق بين السيلز والماركتنج. ذاتس ا فيري فيري بيج ديفرنس. فاهم قصدي؟ فلحد بقى ما فهمت ودخلت فيه وشفت مجالات مختلفه، بدات احب الموضوع، بشوف الكرياتيفيتي اللي فيه، اشوف الترندز اللي عماله بتطلع كل يوم، بعمل حاجه جديده. I have to be creative, I have to send out a message للاودينس بطريقه معينه. فاهم قصدي؟ فبدات احب المجالات كلها اللي ليها علاقه بالماركتنج، بدات اشوف نفسي فيه. وزي ما قلت لك بدات بقى شغل وانترنشيبس من وانا 16 سنه. كنت عشان الجامعه جامعه عندي في حاجه اسمها فاونديشن يير، اللي هي السنه الاولانيه اللي انا بدخلها دي ما بتعتبرش من الثلاث سنين التانيين، لا دي بتبقى فاونديشن يير، زي مثلا ايه تجهيز. بيبقى فيه كورسز اساسيه مضطر اخدها، مش لازم يكون ليها علاقه دايركتلي بالمجال بتاعي. فاهم قصدي؟ كورسز بقى ميكس ما بين critical thinking, political sciences، حاجات مختلفه. ايديولوجيز بالظبط، فاهمه قصدي؟ اتس preparing او بيجهزوكي للجامعه. فاهمه قصدي؟ فانا دي كانت اوبشن قدامي، فقلت I would love to take it. فاهمه قصدي؟ بس فجيت بقى على اول سنه بقى من لما دخلت بقى المجال completely، بدات زي ما قلت لك احب الماركتينج اكتر. فبدات بقى اخد internships مختلفه، بدات ان انا بقى اعمل internship في الجامعه نفسها. واحده واحده بقيت الواجهه بتاعه الجامعه الحمد لله. ما شاء الله عليكي. وطلعت بقى في الاد كامبينز والبيلبوردز في دبي مع الجامعه، اللي هو بقى تو ماركت فور ذا يونيفرسيتي وكده. وبدات اخد انترنشيبس مختلفه بقى في شركات مختلفه في دبي وقتها. بس فلحد ما دخلت اكتر في المجال وحبيت الموضوع لحد ما اتخرجت وبدات اجي هنا. حلو قوي. ريفلكتنج باك، او لو بصيتي بتامل على رحلتك لحد اللي وصلتي له النهارده، شايف ان الانسان يحط حاجه في دماغه ويعند لحد ما يوصل لها، ولا يسيبها تمشي زي ما تمشي، واللي هيطلع كده كده هتبقى الحاجه اللي انا عايزاها في الاخر؟ بصي، هو عشان اجاوب على السؤال ده، هو actually السؤال ده it depends on مدى انت عايز توصل للهدف ده قد ايه. هل الهدف ده مهم جدا بالنسبه لك؟ يعني ده اهم حاجه انت عايز توصل لها، how important it is، مدى اهميته بالنسبه لك. لو الهدف ده مهم بالنسبه لك وانت شايف نفسك فيه ومقتنع بده، لا طبعا عاند، وعاند جدا جدا كمان. ولا ومش بس عاند، لا ده لو حد جه يوقفك او حد حاول يقولك، حتى لو اقرب الناس ليك، حتى لو اهلك، بس انت شايفه مقتنع ان انت يعني ده اللي انت عايز تعمله وده الصح بالنسبه لك وده اللي انت شايف نفسك فيه، عاند عاند لحد ما توصل. وعايزه اقول لك ان اكتر الحاجات فعلا اللي بتوقع حد او بتخلي حد يبعد عن الهدف بتاعه ان هو ما بيعاندش. مش ان حلو هو قوي مش النقطه قادر، دي. مش ان هو مش قادر، او مش ان هو ما عندوش التولز، او مش ان هو ما عندوش السبورت. بالعكس، اكتر حاجه هتخليك تبعد عن هدفك ان انت ما تعاندش وتبدا تفقد الشغف وتفقد الامل وتحس لا انا مش هقدر اكمل. انا سمعت جمله من قريب بيقول لك الحاجه الوحيده اللي هتوقفك هو ان انت تقول لنفسك انا اقدر او ما اقدرش. يعني لو انت مقتنع ان انت هتقدر فانت هتقدر، لو مقتنع ان انت مش هتقدر فانت مش هتقدر. فالجمله دي فعلا بتفرق جدا. يعني انا لو انا مقتنعه او بدات افقد الشغف او ابعد عن الهدف بتاعي، انا كده كده مش هكمله. اقوى عامل او اقوى بوش او اقوى سبورت ليا في اي حاجه عايزه احققها هو نفسي ايمان. ايمان دماغي الذاتي. واللاوعي بتاعي. لو فضلت اقنع نفسي من جوه لا انا مش هعرف اوصل للهدف ده، او انا مش شايف نفسي فيه، او لا ممكن maybe that's not for me، او يمكن ده مش ليا، يمكن ده لحد تاني، فهو فعلا مش ليك، هو لحد تاني. لان انت سبته واديت مساحه للحد تاني اللي اوريدي في نص بقى في البيك بتاع الشغف، فهياخده منك. وهنا انا بتكلم عامه، يعني لما تلاقي حد مثلا very interested وعايز يوصل لحاجه معينه وانت شايف ان انت مش قادر توصل لليفل ده او بدات تفقد الحماس ده، هو كده كده هياخد مكانك. انت بدات تفقد بقى اللي انت عايزه فانت مش هتحقق. ففعلا فعلا صح. فعلا اكتر حاجه ممكن تزقك انك تحقق هي انت، وفي نفس الوقت اكتر حاجه ممكن تبعدك انك تقع هو برضو انت. في جيل زي الجيل اللي احنا فيه، باي ذا واي انا 24 سنه زيك، ف we're the same.
هو الجيل عندنا ده احلى حاجه يا نادين، والله العظيم بجد الجيل ده في الزمن ده اكتر جيل يعني اكتف، واكتر جيل بيعرف يحقق، ايوه، بيعرف ينجز، اكتر عنده جيل كده منجز. ايمان بالظبط داخلي ان بالظبط، انا لان اقدر احنا في بص في كمان كام حاجه هقول لك عليها مشكله في الجيل ده بنواجهها، بس كملي سؤالك الاول. اكيد. فبالتالي الجيل ده متعرض عنده حته ان اقدر وانا اللي مسؤول عن اللي بيحصل لي، ولكن at the same time عنده حته المقارنه. يعني انا as a life coach مثلا بيجي لي clients يقولوا لي انا لما بفتح السوشيال ميديا بحس ان انا قليل، ان انا اقليه، ان انا لسر بشكل عام، وان انا مش هوصل اللي انا عايزه. فبالتالي العالم الافتراضي اللي موجود 24 ساعة اللي بقدر ابص عليه واشوف ان دايما فيه الاحسن، فبالتالي التفكير بيحصل كالآتي، ان انا بظن طب ما خلاص مهما عملت I'm not enough او ده مش كفاية. فهل انت عمرك عانيتي بحاجة زي كده قبل كده؟ ولو عانيتي اتعاملتي معاها ازاي؟ ده اللي كنت هتكلم فيكي معاه حالا لما قلت لك كملي. بجد بجد اكبر مشكله الجيل ده بيواجهها احنا في السن ده، في سن العشرينات، المقارنه، وان احنا حاسين ان احنا مهما عملنا مهما انجزنا مش هننفع، مش هنوصل، وي ويل نيفر بي، عمرنا ما هنبقى في الليفل اللي هو انا راضيه. بجد دي مشكله كبيره جدا، ان انا طول الوقت حاسه ان انا عماله انجز وشايفه نفسي بنجز، بس برضو مش حاسه باحساس الرضا ان انا I'm satisfied. دي مشكله كبيره جدا. حقيقة. وللاسف للاسف احنا غصب عننا بالكومبيتيشنز والمقارنات والتطورات اللي عماله بتحصل، غصب عننا بنتعرض ليها. ما احنا طبعا. برضو شباب وعايزين ننجز وعايزين نحقق وعايزين نعمل وعايزين نوصل لحاجات كتيره، فاكيد هنتاثر بكل الكلام ده. بس هي المشكله ايه؟ خليني اقولها لك كده بشكل بسيط. هي نفس المبدأ. لو انا طول الوقت عماله، يعني انا عندي هدف قدامي اهو، انا طول الوقت عماله ابص، طب دي عملت، طب ده عمل، طب ده راح، طب ده صور، طب انا ليه ما صورتش الفيديو بالشكل ده، طب انا ازاي الفكره دي ما جاتليش، انا عماله كل ده ابعد 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 عن الهدف بتاعي، برضه هنزل اقع تاني. فهي مشكله المقارنه ايه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه برضو، مشكله المقارنه او مشكله اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا طول الوقت حاسين واحنا تحت ضغط، اللي هو انا لازم انجز ده ولازم اعمل ده، وانا ازاي ما وصلتش لهنا، انا لو ما لحقتش مش عارف ايه، ده في حاجه عايزه اوصل لها قبل ما ابقى 30 سنه، ده هدفي اللي لازم لو ما وصلتهاش يبقى انا كده وقعت. هي الفكره مش في كده، الفكره ان يعني تعالوا نفكر فيها كده بشكل بسيط وخفيف جدا كده على القلب. انا ازاي وانا في العشرينات، او انا بكلم نفسي في العشرينات ان انا عايزه اكون انجزت وعملت حاجات كبيره جدا، وانا نص عمري، حرفيا نص عمري انا بتعلم وبكبر وفي المدرسه وفي الجامعه. لو انا طول عمري، يعني لو انا مثلا بتكلم لحد ما بقيت مثلا 15 16 انا لسه مش عارفه حاجه في الدنيا وبتعلم. حقيقة. انا يعني اللي انا عايزه اقوله، انا بدل ما اجي اقول انا ازاي وصلت 25 وما عملتش، لا هو انت اكشلي انت مش 25، انت 15. انت نص عمرك، انت نص عمرك الاولاني كنت بتتعلم ومش فاهم الدنيا ولا عارف اي حاجه. انت عمرك بدأ وانت خلاص في ايام الجامعه، في ايام المدرسه مثلا في الثانويه، تقدر تقول من وقتها تقدر تفكر بقى. فانا هبدأ اعمل امتى، انا عايزه اعمل ايه، عايزه اطور من نفسي ازاي، هاخد كورسز ايه، هاخد انترنشيبس ايه. مش انا دخلت 20 لسه ما عملتش حاجه، ما انت طبيعي لسه ما عملتش حاجه، انت متوقع تعمل ايه وانت 20؟ ده سن العشرينات اللي بنبدأ نفكر فيه ونعمل اهدافنا ونحط البلانز وكل الكلام ده. ففي حته المقارنه وان احنا دايما شايفين ان ده بيحصل وده ما بيحصلش، انا كل اللي انا هقوله بشكل بسيط جدا، انت مش عارف ايه اللي مستخبي ورا الشاشه، مش عارف الشخصيه، 100% مش عارف الشخصيه او الشخص ده مر بايه، او عمل ايه، او عافر قد ايه عشان يوصل لحاجه زي كده. ممكن تكون ظروفه غير ظروفك، ممكن تكون اللي مكتوب له غير اللي مكتوب لك، اللي عايز يحققه او هدفه بعيد جدا عن هدفك. ممكن يكون هو هدفه اوكي، انتوا مثلا في نفس المجال او قريبين من بعض، وده بالنسبه لك مثلا رول موديل او مثل اعلى، وهو من نفس سنك، فانت عمال بتقارن اشمعنى هو قريب من سني وهو عمل وانا ما عملتش. ممكن يكون هدفه غير هدفك خالص، ممكن يكون عنده حاجه مخلياه مستعجل اكتر انه يعمل اللي هو عايز يعمله. يعني اللي انا عايزه اقوله ايه، انت مش عارف ايه اللي ورا الشاشه ولا هو عارف ايه اللي ورا الشاشه. هو ممكن يكون انجز حاجه معينه، بس انت مثلا انجزت حاجه اعلى من دي. فهي الفكره اللي انا عايزه اقوله ايه، اكتر حاجه هترجعك لورا هي المقارنه على السوشيال ميديا. دي حقيقة. فعلا فعلا اي حاجه تقعد تفكر فيها بقى المقارنه، ان انت مش كفايه، ان انت ما عملتش، انا ما حققتش، انا ما انجزتش، كل ده هيرجعك لورا. طول ما انت ماشي عمال تبص يمين وشمال، انت بجد الخط مش هيبقى مستقيم، هيبقى جاي بقى يمين وشمال، فانت مش هتعرف تحقق، مش هتعرف تعمل. هيبقى خط يعني ايه، في كيرف، مش واضح، مش ستريت، مش ماشي، مش ماشي مركز على اللي انت عايز توصله، فانت هتفضل طول شويه تقع.
وكل ما تقع اكتر كل ما هتبدا تبعد اكتر وتفقد الامل. فخلي بدل ما انت كده غصب عنك واحده واحده هتلاقي نفسك بتقع. خلي الحاجات اللي هتقع فيها حاجات ليها علاقه بالهدف اللي انت عايز توصله، مش حاجات بعيده عن يعني خلينا نقولها لك كده بطريقه احسن او بطريقه اوضح. خلي يعني الحاجات اللي انت مش هتقدر تتحكم فيها او الحاجات اللي مش بايدك ما تخليش دي الحاجه اللي تركز فيها. يعني انت دلوقتي شفت مثلا ترند طالع على السوشيال ميديا جديد او حاجه طالعه جديده حصلت وانت معرفتش تلحقها ولا معرفتش تبقى بارت اوف ات، ولا حد مثلا انجز حاجه انت كنت عايز تبقى فيها، ولا مثلا لسه سامع ان كان في كورس حلو جدا وناس كتيره جدا راحته وانت لسه عارفه امبارح ما لحقتش تروحه، ايفنت معين كنت عايز تبقى فيه ما لحقتش تروحه. دي حاجه بره ايدك، حاجه اوت اوف يور هاند، حاجه ما قدرتش تتحكم فيها. انما انت النهارده محتاج تصحى بدري عشان تعمل 1 2 3، دي حاجه انت تقدر دي تتحكم عليك فيها، انت بقى. دي بتاعتك انت. ركز في ده، مش في الحاجه اللي اوريدي حصلت ومش بايدك. فدي برضو نقطه مهمه. حابه برضو اضيف اللي انت بتقولي حاجه، فكره ان انا طول ما انا مركز على المقارنه انا بضيع وقت بدل ما اقعد مع نفسي واركز انا عايز ايه، فركز بعد كده على اللي انا عايزه احققه. بالظبط. فالمقارنه تدريجيا تبتدي تبقى ولا حاجه. بالظبط. هي فكره التشتت المستمر ده هو اللي عامل اعاقه ان واحد في العشرينات مش بيتدرج للوصول اللي هو عايزه. بالظبط. فاهمه عليا؟ عارفه اكتر حاجه بيقولوا لك، اكتر حاجه ممكن برضو توقعك ايه؟ ان انت طول الوقت عمال تدي اكسكيوزز او عمال تقول حجج. المقارنه دي is a very very big excuse. لا ما انا النهارده كنت عايزه اعمل كذا بس بصراحه لما شفت دي عملت كذا ففقدت الامل او احبطت او كده. ما هو ده اكسكيوز. ده يخليني اجي اسالك، هو انت متاكد ان انت عايز توصل للهدف ده؟ هو انت متاكد ان انت عايز تعمل كده ولا انت عايز تثبت انك عايز تعمل كده خلاص؟ فده برضو سؤال لازم تفضل تسال بالك، تسال نفسك السؤال ده طول الوقت. انت عايز توصل لده بجد؟ عايز تعمل الهدف ده بجد ولا انت عايز تحس ان انت تقدر تعمل ده؟ لان في فرق كبير جدا بين ده وده، وكمان في خط رفيع جدا بين ده وده. هل انا عايز ده عشان انا شايف نفسي فيه ولا انا عايز ده عشان عايز اثبت ان انا اقدر اعمل ده؟ فدي نقطه مهمه جدا برضو. فحته ان انا اقعد اقارن اقول لا ده حصل لا ده ما عملش، دي كلها اكسكيوزز، دي كلها حجج، دي كلها حاجات هترجعني لورا. اللي عارف هو عايز يعمل ايه وعارف عايز يوصل لفين وعارف ومتاكد من الهدف بتاعه ولا هيبص لاي حاجه حواليه بالظبط. مهما حصل. تركيزه شارب، هو عامل بالظبط. زي الليزر كده، انا مركز خلاص عارفه على ده. كأن انا ماشيه ده عمال يزق وده عمال يصرخ ودي تقول ودي تعمل وانا مش سامعه، انا مش سامعه اي مش حاجه، معاكم. مش سامعه مش سامعه ملكوت اي حاجه انا. خالص. بالظبط. مش سامعه اي حاجه خالص. ده خليني احكي لك حكايه كده لسه سامعاها قريب اونلاين. حكايه الحكايه دي حلوه جدا، انا سمعتها من لايف كوتش بحبها جدا، حلوه جدا و she's actually اكتر الناس اللي اتعلمت منها و she's my client برضه. حلوه قوي. بس كانت بتحكي لي انها سمعت حكايه وهي بتحكي لي الحكايه دي انا اتاثرت بيها جدا جدا، ودي اكتر حكايه اقدر ان انا اقولها في الموقف ده، ان احنا بنتكلم في المقارنه او ان احنا طول الوقت بنقارن نفسنا باللي حوالينا. بص يا ستي، مره كان في عادي في القرى القديمه زمان كان في حكيم ماشي، وكان في حد من اللي عايشين في القرى هناك كان متضايق وطول الوقت شايف ان هو الناس كلها عماله بتضحك عليه بتتريق عليه. الناس اللي في القريه دايما بتقول له لا انت ما بتعرفش تعمل، لا انت كذا، وهو طول الوقت عمال يقارن بين نفسه بين ده وده وده، هو عايز يعمل وعايز كذا ومش عارف ايه. فراح للحكيم قال له لو سمحت انا خلاص انا عايز امشي، انا مش مبسوط هنا، انا حاسس ان انا طول الوقت قليل، طول الوقت الناس عماله تقارني انا عماله بقارن نفسي بين ده وده، الناس عماله بتريق عليا، مش عارفه اعمل، مش عارفه انجز، مش عارفه اعمل كذا، حاسس ان انا قليل. قال له طيب بص انا هطلب منك حاجه، تمام؟ لو ما عرفتش تعمل الحاجه دي انا هقول لك امشي بنفسك، تمام؟ بكل بساطه طلب منه، اداله اناء ولا وعاء مش عارفه يسموه اناء ايا كان. اداله باكت عادي فيه ميه، اوكي. قال له بص انا عايزاك تملي الميه الباكت ده ميه للاخر وتمشي حوالين القريه كلها والباكت ده على راسك او معاك ماسكه، وحاول ان انت ما توقعش ولا نقطه، ما توقعش من الباكت ده ولا نقطه خالص من الميه. لو عرفت ان انت تعمل التحدي ده ارجع لي تاني وانا هعرف لو الميه وقعت منك. طول بقى ايه، راح بقى الراجل راح ملى الباكت وملاه ميه وكل حاجه، وخلاص هو عارف ان انا دلوقتي عايز امشي في القريه او في الشارع او عندي في الاريا بتاعته، يعني هدفه ان هو محتاج يمشي رايح جاي والميه في الاناء او في الباكت، وهدفه ان هو ما يوقعش ولا اي حاجه من الميه دي. هو كان ماشي بالباكت اللي معاه، اكيد ده وكل الناس حواليه نفس التريقه، نفس الضحك، نفس المقارنه.
هو ولا اتأثر خالص ولا بص لا يمين ولا شمال اوه ولا عمل اي حاجه، كان طول الوقت مركز في حاجه واحده بس. مفيش ولا نقطة نقطه ميه تقع تقع من الباكت، مم. مفيش ولا نقطه ميه تقع من الاناء اللي هو ماسكه. ما ركزش في اي حاجه، ما خدش، ما سمعش اي حاجه من الناس اللي بتقولها. رجع وراح للحكيم قال له اتفضل اهو الاناء بتاعك، انا مش فاهم انت ليه خلتني اعمل كده، انا استفدت ايه دلوقتي؟ قال له هسالك سؤال، وانت ماشي سمعت الناس كانت بتقول ايه؟ قال له لا انا ما اعرفش، بصراحه ما خدتش بالي هم اتكلموا ولا لا. قال له طيب شفت حد بيضحك عليك او شفت حد باصص عليك؟ قال له بصراحه لا، انا ما كنتش مركز في اي حاجه غير ان المايه ما تقعش من الباكت. فالراجل ضحك قال له احب اقول لك ان في حد كان ماشي معاك ونفس الطريقه ونفس الضحك اللي انت كنت بتتكلم عليه وقلقان منه، كان طول الوقت الناس باصه عليك وبتتكلم ومش مصدقين انك هتعرف تعمل الهدف ده، وانت دخلت لي عشان انت دلوقتي دخلت لي بالاناء اللي معاك كله ميه وما يعيش منه اي حاجه، وانت اصلا ما خدتش بالك من المقارنات ولا الحاجات اللي بتحصل حواليك، لان انت كان عندك هدف ومركز ان انت تحقق الهدف ده وحققته. فدي من بجد من اكتر القصص والحاجات اللي خلتني احس اللي هو لا، انا لازم اقعد اسال نفسي وافكر مدى اهميه الهدف ده بالنسبه لي ايه، ولو هو مهم بالنسبه لي وعايزه اركز فيه وده اللي انا عايزه اوصل له، فانا فعلا مش هحس او مش هاخد بالي من اي حد بيحاول يوقعني، لان انا مش فارق معايا ده يشدني ده يعملي ده كذا، لا انا ماشي، انا بعاند، انا مستقيم في اللي انا عايزه اوصل له بس ده يدينا قد وهوصل. ايه 100%، وده يدينا قد ايه انها نعمة من عند ربنا، ان هو خلى توجيه الانتباه حاجة انا في سيطرتي، انا بختار اركز وما اركزش على ايه. بالظبط لكن لو انا ركزت سواء على مستوى واعي او غير واعي على فلان بيعمل، علان اتجوز، مش عارفه مين عمل ايه، طول ما انا ضايع من اللي انا عايزه اوصله، في حاله ضلال زي ما بيقولوا، مش مركز على اهدافي، بتراجع بقى بعد كده، بالظبط يا اما بفضل زي ما انا يا اما بفضل اتراجع. بالظبط انا زي ما قلت لك، هو حته ان انا اوصل او ما اوصلش او اعمل او ما اعملش ده بيبقى اختياري. انا لو هركز على الحاجات اللي انا لو هركز على الحاجات اللي انا ما اقدرش اتحكم فيها انا هقع، لو هركز على الحاجات اللي اقدر اتحكم فيها ساعتها انا ماشي صح. ابقى في تدرج بالظبط، مستمر. فزي ما انتي قلتي بالظبط، اللي انا عايزه احققه ده عباره عن اختيار. انا عايزه يعني انا النهارده هصحى هختار ايه اللي هتحكم فيه وايه اللي مش هتحكم فيه. الحاجات اللي ما اقدرش اتحكم فيها ومش بايدي لو بصيت عليها فانا كده ببعد عن اللي انا عايزه اعمله، مش هعرف احقق الهدف بتاع اليوم. لو انا عندي 5 تاسكات محتاجه اعملها في يوم، لو انا قلت لا معلش اصل الكهرباء قطعه، لا معلش اصل في ضيوف عندنا في البيت، دي كلها حاجات انا كده اخترت، انا كده اخترت ان انا مش هعمل اللي انا عايزه اعمله النهارده، فانا كده مش هعمله، لان يعني ده بالنسبه لي اختيار. انما مثلا لو حصل ان ايه حاجه مش بايدي خالص، يعني ما اعرفش اقول اي حاجه مثلا ايه اي حاجه فاهمه، اي حاجه مش بايدي اكشلي ما اقدرش اتحكم فيها، فاهمه قصدي يعني، فاهمه انا عايزه اقوله اكسكيوز ان انا طول الوقت عماله بدي لنفسي حجج حجج حجج، ده اللي هيوقعني، فاهمه قصدي. فالحاجات اللي انا اقدر اتحكم فيها هي اللي اركز فيها، الحاجات اللي ما اقدرش اتحكم فيها دي مش بايدي. صح بس 100%. يعني مش هاجي اقول ده حصل كذا النهارده فانا مش هعمل، لا صح. that's a very big excuse. دلوقتي بقى حابة أسألك أكتر عن بناء الشركة بتاعتك اللي هي فولت ايجنسي. قوليلي الموضوع أول ما ابتديتي وفكرتي تبدأيه كان إحساسك إيه؟ يعني هل كان في توهان مثلا في الأول؟ ولو كان في اتعاملتي معاه إزاي؟ بصي يا نادين، انا هقول لك اصلا انا ليه بدات الشركه بتاعتي من الاول، او ليه الاحساس ده جالي ان انا عايزه ابدا الحاجه بتاعتي. بصي انا من وانا صغيره مؤمنه ان انا عايزه ابني الحلم بتاعي انا. لو انا طموحي عالي وطموحي كبير وعندي حلم عايزه احققه، ليه ما ركزش في ده؟ ليه ما اتعلمش واكسب خبره في ده عشان اجي احقق الحلم بتاعي؟ فدي حاجه انا مؤمنه بيها من زمان، ان انا عايزه يكون ليا الحاجه بتاعتي، حاجه بتاعتي انا، ان انا حققت الحلم بتاعي، ان انا عارفه اعمل ده، عرفت انجز ده. فالجمله او المقوله دي هي اكتر حاجه يعني كانت بتزقني ان انا اعمل ده. طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه، مستحيل 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 كنت اقدر ان انا افتح الايجنسي بتاعتي او اوصل لليفل زي ده من غير ما اقعد سنين اتعلم واكسب خبره واقع واشوف واعمل لحد ما اوصل للبوينت ده. انا لو كنت رحت على طول I wanna start my agency انا كنت هقع. وبعدين ما اقدرش انكر برضو ان احنا اول ما بدأنا ولحد دلوقتي احنا برضو بنواجه تشالنجز كتيره جدا، انا لسه بتعلم وهفضل اتعلم طول حياتي وهفضل صح. اكبر وهفضل اتطور وهفضل يعني ما هو دي برضو حاجه لازم كلنا نبقى عارفينها ونعرف انها موجوده، ومش كل الناس على السوشيال ميديا بتظهرها، بس احنا بنقع وبنواجه تحديات، ومعظم الايجنسيز بتواجه تحديات وبتقع ومشاكل وتحدي كل الكلام ده. فلازم برضو دي تبقى نقطه واضحه جدا، كلنا بنواجه مشاكل كل يوم،
لو انت لو اي لو الناس اللي انت فاكرها مثلا الناجحين على السوشيال ميديا اللي عندهم شركاتهم او الايجنسيز او البيزنس بتوعهم بيواجهوا مشاكل كل يوم. الكلاينت ده عمل ده هنعمل امتى، المشكله في ده، لا ده التولز هنا مش عارف ايه، السبونسر ده اتاخر علينا كل ده بنواجهه، وكل ده لازم نتعامل بيه. فمفيش حد ما بيواجهش مشاكل، مفيش حد مش بيواجه تحديات. فاللي انا عايزه اقوله برضو ان انا عشان اوصل لليفل اللي انا فتحت الايجنسي بتاعتي، انا قعدت ما بين 6 ل7 سنين خبرات مختلفه في كل حاجه، كورسز، خبرات على ارض الواقع، انترنشيبس، تدريبات، هنا شركه هنا اعمل كذا، طب انا عايزه اعمل ده، طب مش عارف ايه، اقعد بقى مع منتورز كبار، اقعد مع ناس كبيره اتعلم منهم افهم منهم. يعني انا برضو جيت على اخر 3 سنين، يعني قبل ما ابدا الايجنسي بتاعتي كان عندي بقى هدف، انا هروح في ال3 سنين دول اتعلم في شركات وفي ايجنسيز او في ارياز، يعني حتت مختلفه مع منتورز مختلفين، بهدفين، ان انا اكسب خبره من الانتربرينورز او اصحاب البيزنسز دول او المنتورز دول، ان انا اتعلم منهم، وفي نفس الوقت اديهم اللي عندي. فاهمه قصدي؟ يعني باخد فاليو وادي فاليو، اتس وين وين. كان هدفي بقى ان انا خلاص اقعد هنا ما بين مثلا رينج 2 3 4 بتعلم، بكسب خبرات that will make me ready، هتخليني في ليفل جاهزيه، ان انا جاهزه ان انا خلاص انا خدت اللي انا what I have، او اللي انا اقدر ان انا افتح بيه my own agency، او ان انا اكون my own person، او رائده الاعمال بتاعت نفسي، او ان انا اكون رائده الاعمال، فاهمه قصدي، او ان انا افتح بيزنس. فقعدت 3 سنين دول بالهدف ده، مش بهدف ان انا مثلا عايزه اكبر هنا او عايزه اعمل هنا او عايزه اوصل لليفل اعلى من هنا، لا انا عندي داخله بهدف معين. يعني دخلت 3 سنين دول بهدف معين، وفعلا وكنت موضحه لكل الشركات اللي انا شغاله معاهم كده، انا عايزه اقول لك ان انا جايه اكسب خبره، انا عايزه اتدرب، انا عايزه اعمل انترنشيب عشان عندي حاجه عايزه احققها، ممكن تساعدني؟ ودي كان اكتر حاجه بيحترموها وكانوا بيساعدوني. حلو قوي. وفي حد فعلا بدون ذكر اسماء بجد، بس فعلا هو كان اكبر منتور ليا في اخر شركه اشتغلت فيها قبل ما افتح الشركه بتاعتي، بجد كان اكتر واحد ساعدني، خدت منه خبرات كتيره، معلومات كتيره، ولحد دلوقتي اي وقت محتاج اتكلم معاه ولا اساله على حاجه في اي حاجه في الشركه بتاعتي بقى، في اي حاجه بتعلمها، اي حاجه ليها علاقه بالبيزنس ديفلوبمنت، بكلمه and he's always there. هو كان اكبر كتاب بالنسبه لي للرولز اللي ليها علاقه بالبيزنس ديفلوبمنت عامه. فانا ما اقدرش اقول ان انا ما وصلتش ليفل ان انا افتح ايجنسي غير لما اتعلمت بقى كتير وكسبت خبره على ارض الواقع وكورسز هنا واعمل هناك وكذا، ولحد دلوقتي ما وقفتش، بالعكس ده انا لو وصلت الليفل عايزه اكتر، بالظبط اكتر عشان بالظبط عايزه احسن اكتر معايا بقى واكتر دلوقتي. واكتر، ده انا لو وصلت الليفل ان انا اكون افتح الايجنسي بتاعتي او البيزنس بتاعي او اكون ماي اون انتربرينور ولا الفريلانسر وكل الكلام ده، وصلت ومتخيله ان انا كده خلاص وصلت وهقف، لا لا لا، ده كده ده بقت مشكله اكبر واكبر، صح. ده كده تبقى مصيبه. انا وصلت الليفل ان انا خلاص انا البارت 1 من الهدف بتاعي وصلت له، ده يانلوك الجديد بقى، اطور بقى، لان انا بالذات في المجال ده، في السوشيال ميديا، في اي مجال، يعني في الزمن اللي احنا فيه المتطور التكنولوجي ده، لو انا فاكره ان انا وصلت الليفل وخلاص هقف هنا، ما انا خلاص وصلت للي انا عايزاه، انا اعمل ايه بقى اكتر من كده، واقول كده خلاص انا دان، انا كده هقع، انا كده هلاقي نفسي شهر شهرين بدات اقع. صح. انا لازم طول الوقت وصلت للهدف افرح، احتفل، انجاز حلو قوي مش عارف ايه، نيكست، يومين 3 احتفل مبسوطه، انا انجزت، عملت، ارتاح، خلاص انا مبسوطه جدا باللي انا عملته، الناس تحتفل بيا، نيكست. ايوه. هفضل ثابت على الهدف ده ازاي، او هفضل ثابت على البوزيشن ده ازاي، هطور منه ازاي. وانت اصلا لو الهدف بتاعك ده مهم جدا جدا بالنسبه لك، او اللي انت وصلت له ده مهم جدا بالنسبه لك، انت لما تيجي توصله هتحس ان انا عايز اكتر، ده مش هيكفيك. لو انت طموحك عالي ايا كان الليفل اللي وصلت له، هتحس لا انا عايز برضو اكبر، اكتر واكتر واكتر واعلى. وهنا على فكرة خليني ريفلكت على نقطتين حلوين قوي. اول حاجة ان انت عمرك ما تتأخر على او تستكبر على ان انا ask for help، اسأل اني اتعلم من منتورز، ما اتعلمتش غلط اسأل تاني، ما فهمتش اسأل تالت، افضل اسأل اسئلة. دي كانت النقطة اللي بجد عجبتني قوي في الكلام اللي انت قلتيه. والنقطة التانية هي فكرة الرغبة المستمرة للنمو. في ناس اللي هو بقى انا هوصل الهدف ده وارتاح بقى، يا سلام، فاهم عليا؟ زي ما كان بعض الاهالي يقولوا لاولادهم مثلا عامل الثانويه العامه هترتاح، خلص الجامعه هترتاح. احنا مش جايين هنا عشان نرتاح. كل اب وام قالوا الجمله دي، انتوا ضحكتوا علينا على فكره، ضحكتوا علينا وكانوا عارفين ان مش ده اللي هيحصل بالظبط والله العظيم. ودي حاجه على فكره مش وحشه، دي حاجه حلوه. ايوه بالعكس، يعني انا دلوقتي احنا قاعدين مع بعض اهو بنتكلم، عاملين بودكاست، وانتي وصلتي لي وانا وصلت لك كل حاجه ومبسوطين، عماله افكر في النكست ستيب،
what am I going to. وانت اكيد طبعا برضو بتفكري بنفس ستيب يا نادين. انت عارفه برضو زي، خليني اقول لك على حاجه بما ان احنا نتكلم بقى عن المجال اللي انا بشتغل فيه، الماركتنج. دي نصيحه عامه للماركتنج ايجنسيز كلهم، او اي بزنس عامه، مش ماركتنج ايجنسيز سوري، دي نصيحه لاي بزنس عامه. لو انت فاكر ان انت وصلت الليفل ان انت مش محتاج فيه ماركتنج، او خلاص انت خدت اللي انت محتاجه من الماركتنج، لان انت وصلت الليفل ان خلاص اسمك بقى معروف والمبيعات عندك كويسه، فانت خلاص لا انا بقيتش محتاج ماركتنج بقى، مش مشكله، كده كده الفيوز عندي كويسه، السوشيال ميديا عندي انا معروف، الناس عارفاني على ارض الواقع، فانت تبقى غلطان جدا وجدا وجدا. 100% ده بالعكس، طبعا. ده الاهم من ان انت اصلا تعمل ماركتنج عشان توصل، هو ان انت تعمل ماركتنج عشان تستمر وتكبر وتكبر. طب ما انت لو انت مثلا دلوقتي خدت اللي انت عايزه من الماركتينج زي ما بتقول، هتلاقي نفسك بعد شهر شهرين 3 شركة جديدة جت علت عليك، انت وقعت. مهم. يعني اللي انا عايزه اقول فكرة ان انا اوصل للماركتينج او اوصل للي انا عايزه اوصله ده وخلاص انا وصلت، انا مش محتاجة حاجة تانية، ده هتبقى فترة وهتقع. 100% طبعا. بالتطورات اللي بتحصل والكومبيتيشن العالي مستحيل تفضل اون توب. انت عشان تفضل اون توب، او عشان تفضل من اكتر الناس اللي اون توب في المجال اللي انت فيه او البيزنس بتاعك كاسم، لازم تفضل تتطور اكتر واكتر. وطول انت النهارده بتعمل ماركتنج كامبين، بكره تفكر في اللي بعديه. النهارده انا قاعد شغاله على كذا، على البلان اللي انا عايزه اعمله، بكره افكر في اللي بعديه. مش انا عملته وحققته وخلاص انا كده تمام بالنسبه لي، انا وصلت للي انا عايزه والناس كلها بقت عارفاني. لا غلط، انت هتتعرف اوكي، الناس عارفاك لمده شهر شهرين، هتيجي شركه تعلي عليك، ساعتها انت هتقع ومش هتعرف تطلع تاني بسهوله الا بعد شغل كتير. ليه؟ لان انت ما طورتش من نفسك. اهم حاجه في الزمن ده، لاقي حد شغال في السوشيال ميديا، او مش اي حد، احنا بقينا كلنا على السوشيال ميديا. ده انت لو مش شغال في السوشيال ميديا، او لو مش جزء من شغلك ما فيهوش سوشيال ميديا، يبقى انت كده كده هتقع. فلاي حد، اهم حاجه في الزمن وفي المجال ده ان انت تقعد تطور من نفسك على طول. مفيش حاجه اسمها انا وصلت وخلاص وكده انا جاهز او ام ريدي او ام دون. لا، لازم تقعد تطور تطور تطور، لانه مجال السوشيال ميديا والتكنولوجي كل اسبوع اسبوعين تلاقي ترند جديد طالع، تلاقي ماركتنج ترند جديد طالع، تلاقي مش عارف ايه طالع، تلاقي حاجه جديده في الاي اي طالعه. فاهم قصدي؟ يعني سمعتي عن الميتا اي اي اسيستنت؟ ده لوحده، ده خلاص انت يعني ده احنا بنتكلم ان ده مش عايزين نتكلم فيها بتفاصيل بدل اصلا اماكن ناس تانية كتير جدا. يعني ده انا لسه كنت بتكلم فيها، كنت مستضيفه في الراديو في 90 كنت بتكلم في الموضوع ده. كنت اتسالت اللي هو انت ايه رايك في الميتا اي اسيستنت، ممكن ياخد جوبز كتيره جدا بتاعت مثلا مودريتورز وكده. جيت قلت لهم لا بصي، هو احنا لو هنتكلم عن هناخد ان مثلا التكنولوجي هتريبليس او هتستبدل شغل الناس تانية كتيره، فاحنا كان ده حصل من زمان. لان ده اوريدي كان اوريدي بيحصل. يعني احنا بدانا ندخل في التطورات التكنولوجيه الكتيره دي من زمان، احنا بقينا نتكلم في سنين بقينا نعمل ده. طب ليه في ناس لسه شغاله في المجالات دي مع ان الاي اي استبدلها؟ انا هنا هتكلم بقى في نقطه انت تفكر في ايه اللي يميزك. انا دلوقتي في الاول وفي الاخر الروبوت مش هيبقى احسن منك. في الاول وفي الاخر ايا كان احنا وصلنا لليفل ايه، الروبوتس او الاي اي مش هيبقى احسن من البشر، من الانسان. مش هيوصل لليفل ذكائنا ايا كان سرعته كذا، يعني هيبقى اسرع مننا كل الكلام ده. بس فكره ان انا ابقى ذكيه وان انا اطلع اعمل فكره كامله او كامبين كامل او احسب كذا او اعمل كذا، مفيش حاجه هتتعلى على البشر. فاللي هيخليك تتميز عن الاي اي وان الجوب بتاعك ما يستبدلش، هو ان انت تفضل تطور نفسك على طول. فاهمه قصدي؟ يعني ده اللي يميزك. 100%. لو انا قدامي 2 شغالين في نفس المجال، ده كل اسبوع بيجي مثلا يشوف الاخبار ويطور من نفسه، وده لا، انا ده بالنسبه لي هو الايه الجو تو. فاهمه قصدي؟ فدي الحاجه الوحيده اللي مش هتخلي الاي اي يستبدل شغلك، ان انت تفضل تطور من نفسك على طول على طول، لان كل شويه هتلاقي ترند جديد. ما ينفعش تقعد شهر بقى تقول خلاص انا كده كده، لا، انت في الشهر ده هتلاقي 2 3 ترندز طلعوا فجاه. فابديت يور سيلف. واسهل وابسط طريقه ان انا اعمل كده ايه؟ اختار لي يوم في الاسبوع ساعتين 3 ادخل اشوف الاخبار، واتعلم اشوف عن المهاره الاخبار. اللي انا عايزه انميها، بالظبط، سواء هي ماركتينج او غير ذلك ادخل يعني. اشوف الاخبار، اشوف احنا وصلنا لفين في التكنولوجي، وصلنا لفين في الاي اي، وصلنا لفين في السوشيال ميديا، ايه الابديتس الجديده، اعمل كذا. يعني انا دلوقتي مثلا بعتمد جدا جدا من المواقع اللي بحب دايما اتفرج عليها او اخد منها الاخبار بتاعتي هي ميتا. 100% لان هم اصلا طبعا. التوب، هم الليدرز، هم الماركت ليدرز. دول بالنسبه لي ميتا ماسكين كذا ابلكيشن، فاحنا بنلعب في كذا حاجه. ومش كذا ابلكيشن بس، دول كمان في سيكشن عندهم في الموقع كلها نيوز عن التكنولوجي، اخبار عن التكنولوجي عامه ايا كان ايه. فاهمه قصدي؟ ده مين عمل كذا، ده طلع كذا، ده حصل كذا. ده بالنسبه لي ماي جو تو. لازم اقعد لي مره في الاسبوع بالنسكافيه بتاعي، بالايس لاتيه بتاعي، بالماتشا بتاعتي،
اقعد لي انا مش بعمل حاجه، انا مش بذاكر، انا يعني باخد يعني فاهمه كاني بسمع اغنيه جديده وخلاص استوعبتها. انا هنا نفس الحاجه، انا بقرا مقال او بقرا مقال او بقرا ابديت جديد وخلاص استوعبته. بعديها بيومين هلا سمعتي عن كذا؟ اه طبعا، ده تعرفي انه كذا وكذا وكذا. انا اوريدي ابديتد، انا اوريدي عارفه. صح. ما ينفعش اكون شغاله في المجال ده ولما حد يسالني سمعتي عن كذا اقول له لا ايه ما ده عرفتش بتتكلم مثلا. عن ايه؟ بجد ما ينفعش اكون شغاله في مجال التكنولوجي والسوشيال ميديا وحد يسالني عرفتي عن الترند ده وعرفتي عن الابديت ده في الاي اي، واقول له لا ما عرفتش، حتى لو لسه طالع من 3 4 ايام. ان شاء الله يبقى عندي فكره بسيطه جدا عنه لحد ما اتعلمه اكتر. بس لا ما سمعتش او لا ما عرفتش، هنا انت في مشكله. هنا انت تروح من القعده دي على طول تروح تشوف هو بيتكلم عن ايه ده. طب الناس اللي بتجد بعض التشالنجز او بعض الصعاب في ان هم يكبروا الاكونت بتاعهم اوفر السوشيال ميديا، سنس ان احنا بنتكلم في الاريا دي دلوقتي، فلو انت واجهتي تشالنجز قبل كده شبه كده فكان شكلها عامل ازاي؟ يعني let's say انت عايز تكبري على السوشيال ميديا بتاعتك توصلي للاودينس دي كلها، حصل ده بقى ازاي بحيث اللي بيسمع برضو يتعلم منك؟ حصل ازاي ان انا كبرت ووصلت للاودينس؟ بصي حاجتين، الناس عايز تسمع مني ايه، صح، الناس عايز الفاليو. تعرف ايه. فمش فكره فاليو، هقول لك كده كده فاليو، كده كده اوكي. فاليو فاهمه. وبرده عشان برده ابقى واضحه، هو مش دايما فاليو. لو انا بعمل كونتنت عن كوميدي انا مش هدي فاليو قوي، انا الكوميدي اللي هركز فيه اكتر هيبقى اويرنس. انا بوعي الناس فاهمه قصدي، اوكي بشكل دارك كوميدي شويه، ان انا مثلا ان انا اطلع اعمل فيديو مثلا ام وابنها بيحصل معاهم ايه، وان كوميدي واي مام الام مثلا بتقول لي ازاي ما خلصتيش مش عارف ايه، ازاي ما خلصتيش المواعين، ازاي ما عملتيش كذا. انا هنا عاملاه بطريقه كوميدي والناس كلها they will relate to it، بس في نفس الوقت بطريقه غير مباشره انا بوعي. يعني الام اللي هتشوف الفيديو ده هتتبسط وتفرح وتضحك، بس في نفس الوقت جواها هو انا بجد ممكن اكون قاسيه كده شويه، هو انا ممكن اكون كذا، هو انا محتاجه اخفف، هو انا فعلا بعمل كذا. هيجي برضو الابن يتفرج على الفيديو هيضحك ويتبسط ومش عارف ايه، هو انا فعلا بزعل ماما قوي كده، هو انا مش عارف ايه. فهنا انا يعني انا اي حاجه بعملها على السوشيال ميديا كده كده هيبقى في بارت منها فاليو، توعيه بقى، بشارك معلومات، بشارك ابديت، بشارك ترندز وات ايفر. فاهمه قصدي؟ اكتر حاجه بتيجي تتسال لي دايما اللي هو لما اجي اقول للناس اطلعوا شاركوا فاليو، يجوا يقولوا لي بالعكس في كونتنت ما بيبقاش فيه فاليو خالص وعليه وبيتنشر. millions of views. بالظبط، عليه مليونز اوف فيوز وبيتنشر. ماشي، ممكن في فيديوهات فعلا بتتنشر ما عليهاش اي مليون، ما عليهاش اي فاليو ولا اي حاجه خالص، يعني واحده بتغني واحد بيعمل that's okay, that's part of social media. ما انا عايزه اقول هو السوشيال ميديا ايه؟ السوشيال ميديا عباره عن engagement، تفاعل، حاجه فور فن، حاجه تسلي وقتي. فاهمه قصدي؟ فبعيدا عن الموضوع ده خلينا نرجع للموضوع التاني. معظم الوقت هتلاقي المشاكل او المشاكل اللي البيزنسز بتواجهها انها ليه مش عارفه تكبر الاكونت، ليه مش عارفه توصل لناس اكتر، هو ان انا مركزه عن انا عايزه اعمل ايه، او انا عايزه انشر ايه، او انا عايزه اطلع اقول ايه، مش مركزه عن الاودينس عايز تسمع ايه. ودي برضو مشكله. صح. انا لو انا قررت النهارده انا عايزه اطلع اتكلم عن يعني حاجه معينه في البرودكت بتاعي، هاجي اسال نفسي السؤال ده، هل الاودينس مهتم اصلا بحاجه زي كده؟ يعني هي الفكره ان انا افكر الاودينس بتاعي محتاج يسمع مني ايه. يعني الاودينس هيبقى عنده فضول ومهتم اكتر يعرف انا بدات ازاي، مش إيه اللي بيميز البرودكت بتاعي. بالذات لو انا لسه في الاول، انا لسه محدش يعرفني، محدش يعرف اي حاجه عني ولا البيزنس بتاعي ولا انا بقدم ايه. فلو طلعت قلت لك ايه اللي بيميز البرودكت بتاعي وفي برودكت كتير جدا زيه في السوق، I'm not interested، انا ما اعرفش حاجه عنك. بس انت لو جيت قلت لي حاجه باك ستوري او ايموشنال ستوري او حاجه اتعلمتها من البيزنس بتاعك، انا هكونكت. انا هكونكت وهبقى انترستد، ايا كان انا عايزه افتح البيزنس بتاعي وهريليت ولا لا، ايا كان انا عندي فضول، ايا كان انا بسمع قصه عايزه اعرف، عندي فضول. فاهم قصدي؟ فاطلع بدل ما تتكلم عن ايه البرودكت او مين البرودكت، اتكلم عن ليه البرودكت واللي ورا البرودكت او السيرفيس عامه. فاهم قصدي؟ ابني كونكشن، اتواصل مع الناس، اديهم سبب ان هم يتفاعلوا معاك ويتواصلوا معاك، والناس دي بقى هي اللي هتكبرك وتوصلك للاودينس اللي عايز فعلا يشتري منك. حابة النهاردة بإذن الله ننهي الحلقة بتاعتنا بإن انت تدي أكتر درس واحد اتعلمتيه في الرحلة بتاعتك. نادين السؤال ده صعب جدا، انا اتعلمت دروس كتيره. أكتر واحد مميز. والله انا ممكن اقولك كتير بس خليني اقولك واحد. طول ما انت ماشي، اكتر حاجه اتعلمتها فعلا وبتعلمها لحد دلوقتي ومؤثره فيا جدا جدا لحد دلوقتي، ان طول ما انا ماشي افكر هو اللي انا بعمله ده بعمله ليه او لمين، بعمله لنفسي ولا بعمله لحد تاني، ولا بعمله عشان اثبت حاجه، ولا بعمله عشان اثبت حاجه لحد، ولا بعمله لنفسي.
يعني دايما اسال نفسي السؤال ده، لان الرد هيفرق جدا في الهدف، او الرد هيفرق جدا في ليه انا بعمل ده. لو انا بعمل اللي انا بعمله عشان حد، او عشان ابسط حد، او عشان افرح حد، فده هيبقى ليه سبب وليه طرق وليه حاجات، ولو انا بعمله لنفسي فده هيبقى ليه طريقه وليه حاجه تانية خالص. فيعني لو انت عايز عندك هدف او حاجه عايز تحققها او حاجه عايز تعملها، اعملها لنفسك، صح. مش عشان حد تاني. الحاجات الجانبيه والحاجات الحلوه اللي هي بالحب، ان انت تساعد تعمل، اعملها لحد تاني مش مشكله. بس حاجه كبيره زي ان انت تعمل هدف، تتعلم حاجه جديده، اعملها لنفسك عشان انت عايز تعمل كده، عشان انت ده هيفيدك بعدين، مش عشان حد تاني. صح. اديكي مثال بسيط جدا. يعني مثلا لو جات لك فرصه او قدامك ان انت تسافر عشان حد، بس انت مش عايز تعمل كده، انت بتسافر عشان حد، ما تسافرش. صح. السفريه دي، هل هي يعني اصل انت احنا لو بنتكلم في سفريه، فانت هتغير حياتك كلها، انت هتغير حياتك، هتبقى عايش في مكان تاني بفرص جديده، بناس جديده، بحاجات جديده، بس انت بتعملها عشان شخص. انت بتسيب كتير وبتضيع كتير وبتعمل كتير، اعملها عشان نفسك. صح. يعني فاهمه، ما تجيش تغير حياتك كلها ونمط حياتك كلها عشان شخص او عشان حاجه واحده بس. فاهمه قصدي؟ عشان وات اف، او عشان لا ده ممكن، او ده ممكن او ده ممكن يعمل، او ده ممكن يبقى فيه في المستقبل. لا، ابدأ بنفسك بيزك. اختار نفسك دايما. هي وعلى فكره هي مش انانيه ان انا اختار نفسي، بالعكس، هي مش انانيه خالص ان انا اختار نفسي. ناس كتيره جدا في الزمن ده تيجي تقول لو انت طول الوقت بتفكر في نفسك، انت عايز تعمل كذا، انت بتختار نفسك، مش عارف ايه، انت كده اناني. طب واللي حواليك؟ طب وكذا. معلش، هو انا لما اجي مثلا بعد 10 سنين، مع كل احترامي، اللي حواليا دول هيفيدوني بايه لما انا اكون واقع مثلا، او ما وصلتش اللي انا عايزه اعمله؟ محدش هيفيدني ولا هينفعني ولا هيوصلني اللي انا عايزه غير نفسي. صح. فاللي انا عايزه اقوله او اللي انا اتعلمته، ان انا ما اعتمدش على اي حد غير نفسي. لان انا الوحيده اللي يعني الشخص الوحيد اللي انا عارفه انه هيقدر يعمل ده ولا مش هيقدر، هيقدر ينجز ده ولا مش هيقدر، هو انا الوحيده اللي اقدر اعتمد على نفسي، وانا الوحيده اللي عارفه قدراتي وعارفه نفسي. بس انا ما اعرفش برضو الناس اللي قدامي ممكن يوصلوا، ممكن فجاه انا ما اقدرش، خلاص انا ما بقتش عارفه اعتمد على الشخص ده، ما بقتش عارفه اعمل كده. فاهمه قصدي؟ صح. ف طول الوقت اعتمد على نفسي، اشوف انا عايزه اوصل فين وعايزه اعمل ايه، واحط نفسي الاول. بجد ثانك يو سو ماتش يا هلا. المعلومات اللي اديتها لنا النهارده في الحلقه بجد كانت مفيده ليا انا شخصيا، متاكده ومفيده برضو للجمهور. شكرا ليكي جدا. شكرا جدا ليكي، اتشرفت بوجودي. شكرا. وبكده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا، اتمنى كانت تكون مفيده لكم. لو عايزين تتابعوا كل جديد ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه على خير. باي باي.